عايز اقول ان مباراة الاهلي والزمالك ما كانش ليها ريحة يعني اقول لك ايه، ما كانش ليها طعم بالمعنى الاصح. ده غير انك انت النهارده ما شفتش كورة ولا من اهلي ولا من زمالك. تخيل انت ان اول هجمة الاهلي يعملها كانت هي هدف الدقيقة 84 اللي هي بتاعت امام عاشور. اللي امام عاشور تقريبا كان هو يعني زي ما تقول مضغوط النهارده في الملعب. مش هو ده امام عاشور اللي احنا عارفينه بتاع بتاع زمان او بتاع الماتشات اللي قبل الماتشات ده. كان بيلعب تقريبا من غير روح. كان بيلعب تحس ان هو خد رجل المباراه فعلا، لان هو صاحب الهدف الاول وصاحب الاسيست. ما هو نفس الكلام برضو قفشه صاحب الاسيست وصاحب الهدف. لو هنيجي بقى نتكلم بقى ايه ما بين قفشه وامام عاشور. بس امام عاشور النهارده مش هو ده امام عاشور اللي احنا كنا بنشوفه في الماتشات اللي فاتت صراحه. تعالى بقى نتكلم مثلا إيه كفنيات. مارسيل كولر النهارده ما كانش فيه فنيات. النهارده ساب الكوره للزمالك عشان يعمل اي حاجه بحيث ان هو يخطف هدف، وهو فعلا خطف الهدف في اخر الماتش في الدقيقه 84. وعلى ما ابتدى بعد الماتش، على ما الحكم اعترف ان هي جون او ان هي يعني قال ان هي جون، وجي بعد كده كنت خلاص انت في الدقيقه 91. فبتبتدي انك انت بقى ايه ادى 7 دقايق وقت بدل ضايع. وكملت الماتش طبعا. جه الهدف الثاني وخلاص الماتش اتقتل. بس لو هنيجي نتكلم المشكله او العيب اللي كانت موجوده النهارده مع لعيبه النادي الاهلي هو محمد هاني لبس نفسه انذار. غير ان هو نفس الوقفه بتاعته اللي بيقفها بيبيع نفسه بيها، بيبيع نفسه فيها. مش هو ده محمد هاني. مش هو ده. يعني انا عايز اقول ان محمد هاني ليه وقفه كده، يعني انا ذات نفسي شايفها ان هي ملهاش ريحه اللازمه. انت المفروض ما تقفش الوقفه دي. انت المفروض بتقف قدام اللي جاي عليك. يا راجل ده جه مارسيل كولر نزل عمر كمال عبد الواحد عشان خاطر الانذار اللي لبسه محمد هاني، واتعمل عليه دبل اتنين لعيبه يعني ما بين احمد فتوح وتقريبا كان مصطفى شلبي. اتعمل عليه وناصر ماهر كمان دخل في النص. فانت بتتكلم ان هم كانوا عايزين يلبسوا له الانذار جاي تاني في الطرد. فراح جاي مارسيل كولر بذكاء كده، راح جاي منزل عمر كمال عبد الواحد. وفعلا مارسيل كولر النهارده لعب، ساب لهم الكوره العبوا زي ما انتوا عايزين. بس في الاخر انتوا مش هتشوفوا الجون. راحوا بهجمتين، بس هجمتين من بره 18، مش اللي هو انت يعني ايه اختراقات بقى والكلام ده كله، مفيش الكلام ده. مصطفى شوبير يعني اقول لك ايه، النهارده ما جاتش عليه مثلا كوره ان احنا نقول برافو مصطفى شوبير. بس في نفس الوقت حتى لو كانت جت عليه كنا برضه هنقول برافو مصطفى شوبير. بس ما فيش هجمات هجمه منظمه من نادي الزمالك تتلعب. ممكن اقول لك ان النهارده اللعب ما بين الاهلي والزمالك كانت عشوائيه، بطريقه عشوائيه. ما كانش لعب. ما كانتش المباراه اللي احنا بنشوفها حتى في الدوري المصري. ده نهائي كاس. هتيجي تقول لي ما هي نهائي الكاس ده بيجي من غلطه، ممكن ان الفريق اللي قدامك يكسب. دي حقيقه، بس في نفس الوقت مش اللعب العشوائي. انا اول مره اشوف الاهلي بيلعب لعب عشوائي. يمكن الزمالك مثلا عشان خاطر الصفقات الجديده، وان هم بيلعبوا قدام الاهلي، وان هم انت بتتكلم في اكتر من 12 صفقه للنادي دي الزمالك. بس في نفس الوقت ليهم حق ان هم يلعبوا عشوائي عشان خاطر بيلعبوا الاهلي. انما انت عندك الاهلي، اللعب العشوائي ده كان ايه لازمته او كان ايه سببه؟ مش فاهم. محمد هاني المفروض ان هو يراجع نفسه كتير كتير جدا، لان ده مش مباراه تلعبها قدام الزمالك، او ده مش مباراه قمه بالمعنى الاصح، او ده مش مباراه نهائي كاس. لازم انك انت او لازم مارسيل كولر يفهمه يعمل ايه وما يعملش ايه، لان الوقفه اللي بيقفها بتضيع مجهود فريق كامل. انا بس اللي حابب ان انا اقوله ان فعلا شابوه للعيبه ان هم طلعوا بالنتيجه اللي هم او اللي الجماهير عايزاها من قبل ما نوصل وقت اضافي. في حاجه اخيره حابب ان انا اتكلم فيها. بصراحه من ساعه التحليل او من ساعه الاستوديو التحليلي اللي قبل المباراه بساعتين، ده غير ان البدايه بتاعه المباراه، ده غير الافتتاح بتاع الماتش، ده غير ان كل حاجه اتعملت عشان خاطر الاهلي والزمالك. بصراحه عجبني قوي تنظيم السعوديه للمباراه دي في كل حاجه. ممكن اقول لك ان انا قبل الماتش او قبل الماتش بساعتين، قبلهم بقى كمان، يعني نقول مثلا ب4 ساعات 5 ساعات، انا بصراحه كنت زعلان ان مباراه زي دي هتتلعب في السعوديه. بس اللي انا شفته وان فعلا عملوا
افتتاح لمباراة تليق باسم النادي الاهلي والزمالك. ده غير ان تركي الشيخ كان باين عليه من قبل الهدف اصلا، كان باين عليه ان هو ملهوف ان الاهلي يجيب هدف تاني. سيبك بقى من اي حاجه، وسيبك بقى من المشاكل بتاعه تركي الشيخ مع جماهير غير النادي الاهلي، بس في نفس الوقت انا حسيت ان فعلا تركي الشيخ اهلاوي. يعني زي ما تقول اول مره اشوف تركي الشيخ بيتفاعل مع كل هجمه للنادي الاهلي، او بيتفاعل مع كل هجمه بتيجي ضد النادي الاهلي. تحس ان هو فعلا مولود في التتش. سيبك بقى من اللي هيجي يقول لي بيمثل مش بيمثل، طول عمرنا عارفين من زمان، من اول ما جه رئيس شرف النادي الاهلي وهو اهلاوي صميم. والنهارده زاد احترامي ليه، زاد احترامي ليه بسبب ان هو مش عامل كل ده علشان خاطر الشو مثلا، او عشان خاطر حاجه، لا ده عشان خاطر عايز يبين او بيصالح جمهور النادي الاهلي بالمباراه دي. وهو ده اللي انا حسيته النهارده من تركي الشيخ. طبعا انا دلوقتي خلصت كلامي، ويا جماعه اتمنى اللي يسمع كلامي يفكر بالمنطق. بس انا بتكلم في تركي الشيخ النهارده عمل فعلا مقدمه للمباراه نهائي كاس مصر ما بين الاهلي والزمالك جميله جدا. عمل حاجه تليق بالسعوديه ومصر في نهائي كاس مصر بين الاهلي والزمالك، اكبر ناديين موجودين في مصر وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط. بس